ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اتكلم النهارده معاكم عن جمله بسمعها تقريبا 60 70% وانا قاعده في العياده. يجي المريض يحكي او العميل يحكي مشكلته ويحكي الاعراض اللي عنده، ونبدا نفصصها ونحللها ونقول احتمالات واسباب وجودها. تبص تلاقي بعد حبه كده كتير في الكلام يقف او يسكت وبعدين يقول لي او تقول لي: اعمل ايه يا دكتوره؟ الجمله دي يا جماعه بتقول ايه؟ ان احنا طول الوقت مركزين ايه الفعل اللي المفروض نعمله، او ان تغيير حياتنا بيبقى في صوره سلوكيات. يعني هعمل سلوك معين علشان احل المشكله دي مع جوزي، مع ابني، مع حماتي، في شغلي، في وده مش حقيقي. حل المشاكل الحقيقيه بيبدا من طريقه تفكيرك. غير افكارك تغير حياتك. وانا بتكلم معاك وبقول لك احتمالاتها، طب جت منين، طب شخصيتك فيها ايه، طب اللي قدامك علاقتك بيه اخبارها ايه، طب دوافعك في العلاقة ايه، طب احتياجاتك في العلاقة ايه، انت كل ده فاهم ان انا بقول حاجات ملهاش علاقة بالحل؟ لا، ده أس الحل. انت لما بتغير طريقة تفكيرك وإدراكك وتعنون المشكلة صح وتفهم أسبابها ودوافعها، انت بتبدأ الحل. لأنه السلوك ده عبارة عن إيه؟ السلوك ده نتيجة يا جماعة. السلوك ده نتيجة لأن إحنا كائنات مخيرة وليست مسيرة. يعني مش بنشين بنعمل سلوكيات كده، السلوكيات بتتحسب صح وغلط وتودي في سلامة وتودي في ندامة، لأ. ده أنت بتفكر، التفكير ده بيعمل لك إدراك معين، الإدراك ده بيحرك مشاعرك، مشاعرك بتحفز أو بتدفع سلوكك لناحية معينة. ومفروض السلوك ده يخدم الفكرة اللي في دماغك أساسا. فلو انت عايز تغير سلوك لازم تدور وراه، تقول انا بعمله ليه، انا مستفيد منه ايه، وجوده وتكراره في حياتي من اول السلوك بغسل اسناني لغايه المخدرات. اي سلوك في حياتي حلو ووحش طالما بيتكرر وبقى نموذج او باترن في حياتي، يبقى لازم وراه فايده، لازم وراه مصلحه، لازم انا مستفيده منه، انا راجع عليا بحاجه. فلما بنقعد نتكلم، فانت لما بتروح تتكلم سواء مع دكتور، مع صديق، مع اخ، مع اخت، مع اي حد قريب منك، ما تقعدش مركز طول الوقت هو قال لي اعمل ايه ولا لا، انا عايز واحد اتنين تلاتة اربعة اعملهم. لا، انا مش مكنة. ولو احنا اشتغلنا بالطريقة دي وعشنا بالطريقة دي، أبشركم ليس لك مكان في الحياة، لأن احنا داخلين في عصر الروبوت لو ربنا أراد له الإتمام يعني. فحضرتك هتبقى مهما عملت ومهما حاولت تحل، ده الشخص ده او الكائن ده مبرمج على الحل. وده اللي بيخلي الناس تتكلم الشات جي بي تي. هي عايزه حل، هي عايزه حد يقول لها افعل ولا تفعل. طب يا فندم، الشات جي بي تي مرفوع عليه قضيه في امريكا لانه نسب ليه ان هو سبب في زياده معدل الانتحار. يعني سيكولوجيا اصبح مؤذي. ليه؟ لان اللي بيلجأ له واللي بيسأله واحد مش عايز يفكر، واحد مش عايز يشوف الحل بالنسبه له يبقى ايه، هو عايز حد يقول له اعمل ايه. اعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه دي بيزد على ايه؟ طب ما انا لو قلت لك اعمل كذا، ده طريقه تفكيري انا، دي حياتك انت مش حياتي انا. انا بحلل معاك عشان من كلامك نطلع الحل، عشان من كلامك نقول ايه اللي ممكن يتعمل على مستوى تفكيرك نمره واحد، ادراكك نمره اتنين، مشاعرك نمره تلاته، اربعه سلوكك. هتهمل كل ده وتبقى منتظر انك تسمع افعل ولا تفعل، انت اللي حكمت على نفسك انك تبقى عايش مكنه، وان يبقى قيمتك في حياتك وقيمتك عند اللي حواليك يعني عليها علامه استفهام كبيره. فرجاء يا جماعه نفهم ان الحل بيبدا من انا شايف المشكله ازاي، فكرت فيها ازاي، اديتها عنوان عامل ازاي، شعرت بيها في ايه، ادركت فيها خطأ ازاي وخطأ اللي قصادي ازاي، ثم اشوف سلوكي هيبقى عامل ازاي. والسلوك لازم ابقى عارفه انه في حاجه اسمها ترايل اند ايرور. مفيش سلوك مطلق صح ومفيش سلوك مطلق غلط.
يعني اللي بيقول لك اعمل كده كده علشان مش عارفه يحصل لك كذا، اعمل كذا 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 مع ابنك، اعمل كذا 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 مع جوزك، اعمل كذا كذا كذا. القصه مش كده، القصه بتتفصل في ترايل اند ايرور على مستوى السلوك، في ترايل اند ايرور. امال احنا لما بنيجي نفكر، هو التفكير بقى، هو التفكير ان في احتمالات بتبقى تقريبا موجوده عند كل حد. يعني زي ما اجي اقول لك انا عندي حراره، انا عندي حراره يبقى يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا. تخيل انت بقى مش عايز الدكتور يسالك اسئله عشان يعرف انهي كذا فيديك على طول مخفض الحراره. طب ما يمكن في حاجه مهما اديتها مخفض حراره، طالما السبب موجود لازم تتحسن. يعني انا بعرف هي من سنانك ولا من عينيك ولا من الكلى ولا من القلب ولا من المناعه، ولا مش هنعرف الاول. فنفس القصه واحنا بنتكلم في مشكله، احنا بنعرف عنوانها، بنعمل اسبابها. لا، انت قاعد مركز في خفض الحراره اللي هتاخده، مركز اعمل ايه دكتوره، يعني اقول له ايه، يعني اعمل ايه. ما عنديش مشكله انك تبقى عايز تعرف تعمل ايه او تعرفي تعملي ايه، بس مشكلتي انك مش واخد بالك ان كل اللي انا قلته من اول ما كنت بتكلم معاك لغايه ما سؤالك ده جزء اساسي من السؤال اللي انت بتساله، اعمل ايه يا دكتوره. يبقى اذا انا بعمل فعل ذهني قبل ما بعمل فعل سلوكي. انتوا عارفين العلم النفس دلوقتي بيسمى علم السلوك. ليه؟ لانه قال لك الافكار ده تساوي سلوك، بس سلوك داخلي. المشاعر سلوك ولكن مشاعر سلوك داخلي. الادراك سلوك ولكن سلوك داخلي. فانا بغير السلوك الداخلي عشان اغير السلوك الخارجي. لو انا اهملت السلوك الداخلي او محتاس فيه او مش عايز اعرفه او شايف انه دوشه دماغ وعايز فقط اقول السلوك الخارجي، عمري ما هبقى حاسس ان انا بني ادم فاعل وفعال وموجود وقيم في الحياه. ومع زي ما بقول لكم الشات جي بي تي والاي اي والكلام ده كله، هتلاقي نفسك مش موجود اساسا في الحياه. يا رب نكون استفدنا، ويومكم